تمنيت لو كان جات كونيكسيون هنا ندير لكم لايف وترون الآثار، ترون قدرة المولى سبحانه وتعالى. هنا القدرة إلهية، وهنا هذا الرسم كله رسم إلهي. وترون بلدكم، هنا يأتي الغرب، يأتون من جميع أنحاء العالم، من أمريكا، من إسبانيا، من فرنسا، من ألمانيا، من إنجلترا. وكما يحكي يعني هذا الشاب قال: والله إنهم يأتون بأبنائهم ونسائهم ويسيرون ويتعبون، ولكن يشعرون بحلاوة لأنهم يرون شيئا لم يروه من قبل، وهناك من يبكي عند المغادرة. قالوا: نتمنى أن نبقى هنا في هذه الأرض. أرض، نعم، أرض جميلة. انظروا الإبداع. انظروا، هنا خلق مر من قبل، هنا خلق مر من قبل، لا ندري من هم، ولكنهم مروا من هنا وتركوا آثارا. لا ندري هذه الآثار، أنا هذه الرسومات أظن أن والله أعلم أنها من الجن، لا تنتمي إلى الإنس، لأن فيها صور، والصور الأكثر سنجدها هناك إن شاء الله في سفارة، لأنها موجودة فيها صور قديمة جدا، حتى الله أعلم حتى النقال، لأن النقال أول ما صنعه الجن للاتصالات. وكذلك صور لصحون طائرة، على ما يدل هذا؟ يدل على أن هذه الصور لم يصورها إنسي، بل مرت حقبة من التاريخ. كان الجن هم من يرسمون وهم من يسكنون هذه المنطقة، ولا زال الجن حتى الآن هنا. وهذا يعني بإشارة من التقيتهم، وهذا الشاب رآه مرة، وهناك من قال: كنت أراهم وأسمع حتى أصواتهم ولكن لا أفقه لغتهم. أيام دين فيلجين أيضا سرياني، لأنهم هم يتكلمون اللغة السريانية، لا يتكلمون اللغة العربية إلا في المدن هناك جن يتكلموا اللغة العربية، ولكن أصلهم اللغة السريانية. إن تعاملوا يتعاملون باللغة السريانية. وإن شاء الله خير. يعني لو كانت هناك إشارة لكان يعني الوضع أفضل، لكان الناس يتابعون عن مباشر هذه الآثار ويشاهدونها. أنا ما أنصحكم بالزيارة يا شباب. هلموا وأقبلوا إلى هذه المنطقة، وأسألكم بحق المولى سبحانه وتعالى أن تحافظوا على بلدكم. والله إنها بلد الخير، بلد الخير، بلد قد أعطاها الله العز، وقد أعطاها الله الشجاعة، وقد أعطاها الله الكرم، وقد أعطاها الله من نعمه ما لا يعد ولا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لهذا يعني حافظوا على بلدكم، ولا تتبعوا أولئك الفاسدين الذين يتمنون أن يدمروا هذا البلد. حافظوا على بلدكم قدر ما استطعتم، وهذه مفتوحة، الأرض مفتوحة.